يا صباح الفل يا رجالة، عاملين ايه؟ كان في كذا حد بيقول لي انا عايز اتعلم سواقة الموتوسيكلات، وعايزك تعلمني سواقة الموتوسيكلات والكلام ده كله. وهل السواقة بتختلف من الصيني للريس او الكلام ده كله؟ فانا مش بعلم السواقة زي ما انتم عارفين، لان انا ما عنديش الخبرة ان انا او المسؤولية ان انا اديك خبرة السواقة او ازاي تسوق او ازاي تعمل او الكلام ده كله. فانا قررت ايه فيديو سريع كده هقول لك ازاي الموتوسيكل بيتساق ايه نظريا كده، او ايه اللي يعني لو انت ما عندكش فكره خالص هو بيتساق ازاي. عامه اللي ما يعرفش الموتوسيكلات الصيني سواقتها هي زي الياباني، بس فرق قوه وفرق حاجات بسيطه كده ايه هقول لك عليها ايه في نص الفيديو كده. فاول حاجه تعال نقول دلوقتي انت معاك موتوسيكل او اشتريت موتوسيكل وعايز خلاص ايه تتعلم السواقه. اول حاجه يعني نصيحه، لو انت هتتعلم على موتوسيكلك الشخصي فلا قدر الله ممكن تقع بتاع الكلام ده كله، فاهم حاجه ايه تبقى مركب السلايدرات دي علشان ابو الانجن جارد. لو عندك الانجن جارد بيبقى حديد مالي الحته دي عشان لا قدر الله لو اتزحلقت وقعت في مكانك او كده الموتوسيكل ما يتكسرش او الكلام ده. طيب تعالى دلوقتي انت خلاص معاك الموتوسيكل وجاهز عايز تجرب تسوق، او لسه شاري الموتوسيكل مش قد كده في السواقه. اول حاجه خليك تبقى في حته فاضيه شويه. انا هنا في مصر السخنه، كنت بدور على حته فاضيه اصور فيها، لقيت نفسي ان داخل على مصر. قلت طب ايه اصور في مصر السخنه خلاص. اول حاجه اتاكد ان انت الفرد بتاعتك منفوخه وظابط الهواء بتاعها، وان انت مشحم الجنزير يشد وظابط الدنيا فيه، حاطط بنزين ومفول والدنيا تمام. طيب اول حاجه معظم الموتوسيكلات اللي انت هتتعلم عليها اكيد هي 600 ار ار، يا هورنت، يا سوزوكي، يا ديليفين، يا اف 4 اي سبورت، اللي هي الفئه بتاعت ايه الحتت دي. طبعا ما انصحكش انت تتعلم على 1000 زي ده لان قوته تبقى جامده بزياده عليك، فايه بلاش، خليك ايه واخدها واحده واحده احسن. فتعال نقول دلوقتي ايه الدبوس. هنا انت بتركب من ناحيه الدبوس، حط رجلك من ناحيه الدبوس كده وتروح راكب ايه اسهل لك. طيب اول حاجه هتحط المفتاح في الكونتاكت عادي جدا، بعد كده هتروح فاتح الكونتاكت هيروح محمل بالطريقه دي. دلوقتي هو بص مش متنور، يعني معنى كده ان هو واخد نقله. لو دورت في موتوسيكلات فيها نظام امان، لو دورت مش هيدور. فاحنا هنعمل ايه؟ هتروح ماسك الدبرياج، وهو دلوقتي اصلا على الدبوس، هتروح ماسك الدبرياج وايه ورافع عصايه الغيارات سنه بسيطه لفوق لحد لما تلاقي ان هو نور اهي، نورت اخضر كده. مش عارف هي باينه في الفيديو ولا لا، نورت اخضر. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتروح فاتح الانجن ستوب بثانيتين ثلاثه كده. في موتوسيكل معظم الموتوسيكلات انت مش محتاج تمسك دبرياج، بس احتياطي علشان تبقى في الامان امسك دبرياج ودور الموتوسيكل بس بخشار على طول. سايب ايدك من الدبرياج تطمن ان هو فعلا مش واخد نقله، مش معلق او الكلام ده كله. يعني انا دلوقتي لو قمت من على الموتوسيكل عادي الموتوسيكل داير وانا مش متمسك اي حاجه او متراس على اي حاجه. طيب تعالى بقى ايه قبل ما نمشي افهمك كام حاجه. اول حاجه الموتوسيكلات الريس اعتمادها 70 او 80% كمان من على الفرامل، هي الفرامل الاماميه. كل واحد بيبقى ليه ماسكه معينه. انا بالنسبه لي بمسك البنزين دويتي كلها بصباعين او بصباع واحد بفرمل على حسب انا ماشي على سرعه كام، على حسب ما ايدي ايه مستريحه. فانا لو ماشي بشويش مثلا بروح حاطط صباعين الاثنين كده على الفرامل. طيب دلوقتي انت عندك هنا ايه؟ انت دلوقتي منور الموتوسيكل وعايز تتحرك، هتروح جايب الموتوسيكل موقفه بصنفره كده وساند بالفرامل عشان ما يرجعش مني. انا على حسب بقى انت على مطلع او منزل او الكلام ده كده. وتروح رافع الدبوس، تتاكد ان انت رفعت الدبوس عشان بس تكرك الانسان. طيب الموتوسيكل دلوقتي سخن وكل حاجه وكمان ان احنا نتحرك، هتعمل ايه بقى؟ تروح ماسك بدرياش ايدك كلها كده، في ناس مسكها بصباعين بس انا خليك كده، انا بحب امسكها بالطريقه دي كده. تروح ماسك بدرياش على الاخر خالص وجايب الاول، هتلاقي الموتوسيكل نط لقدام شويه او ايه صوت النقله عالي سنه في الجوله، ده طبيعي اهو. هتصير دبرياج سنه سنه هتلاقي الموتوسيكل بيمشي معاك. بص اهو كده هو بيمشي. عامة برضه عايز اقول لكم معلومه، كل موتوسيكل بدرجه الدبرياج هنا بتفرق. يعني انا مثلا عامل ان انا لو سبت سنه بسيطه هيمشي، في ناس ممكن تسيب له النص علشان يمشي. طيب
البنزين خلي بالك ما تزودش بنزين مره واحده، علشان كده بقول لكم اتعلموا على موتوسيكلات سي قليل احسن، علشان ايه؟ ما يبقاش القوه بتاعته جامده. هتروح سايب سنه سنه بالبياش، لما تلاقيه يبتدي يتخرج دوس بنزين علشان ما يفصلش منه، وشيل واحده واحده هتلاقيه جيم. اقعد اعمل الحركه دي كتير لحد لما تتعود على طلعه الموتوسيكل. هتطلع على دبرياج قد ايه لما تسيب وقد ايه كبس البنزين. فتعالى نمشي كده بشويش اهو ماشي، وابتدي يرفع رجلك من على الارض واحده واحده. هتلاقي نفسك عمال بتعمل كده يمين وشمال في الاول، مش مشكله عادي هتلاقيها بتحصل. حاجه تانيه بقى عايز اعلمها لكم برضه، عشان ايه الموضوع ده بيعمل مشاكل كبيره جدا. لما تيجي تقف دوس فرامل واحده واحده. يعني انت دلوقتي ماشي اهو، انت دلوقتي خرجت من الموتوسيكل، دوس فرامل واحده واحده علشان تقف. لكن لو انت مشيت وفرملت مره واحده الموتوسيكل هيقف منك، ولو انت ماشي على سرعه هتلاقي الموتوسيكل راح ايه؟ عمل منك كده بالظبط. انت تبقى ماشي كده راح عمل منك كده تروح واقع. فلما تيجي تمشي، انت دلوقتي مشيت اهو، عايز تقف بقى واحده واحده تروح واقع. طيب انت دلوقتي مثلا تعبت او خايف او عايز تدي الموتوسيكل لحد ايا كان، هتروح ماسك دبرياش وانت واقف، وتروح رافع سنه لفوق عشان يتنور اهو. كده انت نورت الموتوسيكل، وتروح قافله وعادي خلاص. ممكن في ناس بيقفلوا على طول من هنا، بس انا بحب اقفله من الانجن ستوب من الاول. النقلات يا جدعان هي زي الصيني بالظبط. الاول كده لتحت، انت عارف يا راجل الاول لتحت والباقي كله فوق. الموتوسيكل ده يا جدعان موتوسيكلات الريس 6 غيارات مش 5 زي الصيني، 6 غيارات. فتعالى دلوقتي ايه؟ ندور تاني. تروح فاتح الانجن ستوب، استنى ثانيتين كده ايه الترمبه تكمل، تروح ماسك بالبياش. انت مش لازم تمسك، يعني بص لو ما مسكتش بالبياش دورت هيدور عادي، بس احتياطي علشان انت ممكن ما تبقاش متعود او مش واخد بالك ان انت مدي نقله. طب جايب الاول لتحت تسمع تكه كده دبه شويه عادي، تروح مايل. طب انت دلوقتي مشيت عايز تجيب التاني، هتعمل ايه؟ هتروح شايل ايدك من على البنزين خالص وماسك بالبرواش ورافع للاول للتاني، كده انت واقع على التاني. انت كده ماشي على التاني. عايز تنقل على التالت تشيل ايدك من على البنزين دي، تروح ماسك بالبرواش ورافع لفوق كده انت على التالت. طب انت دلوقتي على التالت وسرعه الموتوسيكل هاديه، عايز تسقط نقله، تمسك برضه زي ما وريتك بالبياش وتروح بايس لتحت، ضغطت العطايه دي لتحت، كده انت على التاني. انا خلاص بقط بروح منزل برضه نقله تانيه، كده انا على الاول خلاص. هبتدي بقى ايه؟ فرق منور كده انا خلاص تمام. طيب تعالى ايه نلف ونرجع تاني. في ناس بقى تيجي تقول لي انا دلوقتي انقل على ار بي ام كام؟ بص هي ملهاش علاقه، كل موتوسيكل وليه عداد وليه ار بي ام معين. في موتوسيكلات هتلاقي الار بي ام ده اخره 13، في موتوسيكلات اخرها 15، في موتوسيكلات وهكذا. فانت بتنقل لما تحس ان الموتوسيكل صوته عالي. انت لو ماشي عادي بتنقل على ار بي ام 6 7 5 الكلام ده. لكن طبعا وقت السباقات او وقت الجري بتحاول تنقل على ار بي ام معين علشان تاخد اقصى سرعه من الغيار اللي انت ماشي عليه. معلومه الاول ما يجريش عليه، حافظ على الموتوسيكل بتاعك. فالاول ده يا دوبك يمشي الموتوسيكل. عايز تشوف بقى لو انت خلاص بقى هيور قوي يعني، وعايز تعرف الموتوسيكل سرعته كام وفعلا متمكن، بتطلع على طريق سريع زي ده، وبلاش مستر السخنه بعت له حوادث، عدي البوابات كمان احسن، بتطلع على طريق فاضي جدا. انت دلوقتي على الغيار التاني، بتشوف موتوسيكلك على المانيوال الغيار، كل غيار الار بي ام اخره كام بتنقل عليه. يعني مثلا هوندا ده بتنقل على 11 ونص. لو الموتوسيكل فصل منك انت كده ضيعت ايه؟ سرعه الموتوسيكل، ضيعت الغيار. فانت دلوقتي ماشي على التاني ودوست بنزين للاخر، هتلاقي الار بي ام الاحمر العداد ده بيطلع الار بي ام كده على 11 وربع 11 ونص، هيروح ناقل، هيروح راجع ورا شويه على التالت نفس كده وتروح راجع، هتلاقي نفسك بقيت على الخامس ماشي 300، وتروح جايب السادس بقى ايه تريح الموتوسيكل وتروح سايب تاني. التفصيل يا جدعان مش حلو خالص للموتوسيكل. تعال بقى اقول لك شويه نصايح لو انت جايب الموتوسيكل ازاي تحافظ عليه. اول حاجه انا عن نفسي انا كسيف بحب اصين الموتوسيكل بنفسي، الحاجات البسيطه زي ايه؟ زيت وفلتر، تنظيف هواء، تغيير الميه،
تغيير المية دي يا جدعان مهم جدا. الموتوسيكلات النهارده بأرقام وأكيد أنت عارف. فلو أنت عايز تحافظ على موتوسيكلك، الزيت اللي بتغيره للموتور نزله على 3000 كيلو، 3000 ونص. في ناس تقول لك هو أصلا 5000. يا عم احتياطي هتفرق معاك. لو أنت ماديا مش هتعرف تغير بدري، خلاص اركنه. هو الموتوسيكلات دي يا جدعان محتاجة فلوس. أول حاجة تغير زيت الموتور على 3000 كيلو. بعد كده تهتم بالميه، الميه دي اهم حاجه. وللاسف مفيش حد بيهتم بالميه ولا في الزيت في مصر، عشان كده الموتوسيكلات اصلا بنسبه كبيره جدا بقى كلها فيها مشاكل في الموتور. بمعنى كلمه كلها، مش كلها طبعا يعني، بس بنسبه 70% مستخبيين الحاجات دي. فحافظ على الزيت وحافظ على الميه بتاعه الموتوسيكل. الميه بتاعه الموتوسيكل بتبقى ريداتير، تبريد ميه وهواء. فلو الموتوسيكل ما فيهوش ميه مش هيشغل المروحه. فبالتالي الموتوسيكل هيسخن هيجيب بقى منك سبايك وشمايل والكلام اللي احنا عارفينه ده. ولا قدر الله ممكن يرزع يتشل لك حاجه في الموتور. قله الزيت هتعمل نفس القصه. قله الزيت في الموتور هتخلي حراره الموتور على طول عاليه. هتلاقي الموتور معاك فيه زيت مش نظيف. هتلاقي اداؤه مش كويس. هتلاقي بعد كده مع الوقت الموتور تمرر هوب ايه، اتكسر منك وانت بتمشي او وانت بتجري او الكلام ده كله. فأول حاجة اهتم بالصيانات المهمة اللي هي الزيت والفلتر والمية. الحاجات اللي هتقابلك بتاخد بالك منها. الجنزير يا جدعان وآلات الجر ده، أي واحد بيشتري موتوسيكل مستعمل هتلاقيه محتاج يغير بنزين وآلات جر. بنزين وآلات جر تحافظ عليها ازاي؟ كل فترة تروح للميكانيكي يشد لك الجنزير ويشحن، أو أنت ممكن تجيب لك سبراي التشحيمة اللي أنا نزلت قبل كده فيديو عليه، بتشحن الجنزير دي عشان تحافظ عليه. علشان انت لو الجنزير باظ هيبوظ الكرش، ولو الكرش بايظ هيبوظ الجنزير. فانت بتوفر 200 جنيه علشان ما تروحش للميكانيكي، هتلاقي نفسك لبست في 3000 4000 جنيه لو انت هتجيب اعفن جنزير بآلات الجر بتاعته. فطبعا زي ما قلت لكم يا جدعان، انا مش هعرف اعلم الناس، انا بعلمكم كده فيديو. لو واحد قاعد زهقان في البيت يفتح كده ويتفرج على الفيديو ازاي تتعلم سواقة الموتوسيكلات، او سواقة الموتوسيكلات بتبقى عامله ازاي. الموتوسيكلات شعورها حلو جدا، وتجربه انا عمري في حياتي ما هندم عليها. والدليل ان انا تعمقت فيها لدرجه ان انا بقيت اعمل لكم فيديوهات. واتمنى الكل يجرب التجربه دي. اللي بيقول لك انا مش هعرف اجيب موتوسيكل دلوقتي، الحياه قدامك لسه طويله. فما تستعجلش، دي في الاول وفي الاخر ايه، حاجه للرفاهيه. وصباح الفل عليكم يا رجاله. ونشوفكم بقى ايه على الطريق الاوان الجايه.